اهلا بيكم في قناة وصفة سهلة. في الفيديو ده هنعمل وصفة فطار لذيذة جدا، برجر البيض. هنعمله بطريقة لطيفة قوي، بطريقة جميلة هيعجبكم ان شاء الله. اول حاجة معانا في الوصفة دي انا قطعت بصل اهي شرايح رفيعة وحطيتهم في طاسة، وهنحط حتة زبدة علشان نكرمل البصل معانا. الوصفة دي مغذية جدا جدا وكل المكونات اللي فيها مفيدة جدا. هنقلب البصل مع الزبدة معانا. بنبدأ ان احنا نقلب معانا البصل لحد البصل ما يتكرمل معانا وياخد اللون البني الحلو. البصل اهو اتكرمل معانا واخد اللون البني. هرفعه اشيله من الطاسة، وفي نفس الطاسة معايا هنزل ببيضتين هكسرهم في الطاسة بروقت مني تشرق اهي. شوية البيضة التانية، وهبتدي بقى ان انا احرك البيض في الطاسة شوية وانزل عليها. انا كل ده مغطيه على نار متوسطة. انزل عليها بحتة فلفل اسود، وننزل عليها كمان بسنة ملح صغيرة ما نكترش، وهنزل معايا كمان بربع كوباية من اللبن. وابتدي بقى ان انا اقلب الخليط البيض مع اللبن مع بعضه اهو. احاول ان انا اعمله كده عشان خاطر يندمج اللبن مع البيض. الخليط بقى عامل معانا ازاي؟ هننزل بقى معانا برشه من الموتزاريلا كده على البيض بتاعنا، ومجرد ما الموتزاريلا تسيح هنطفي عليه كده. احنا طفينا على البيض، هيبقى شكله كده اهو بالمنظر ده. نجهز بقى الصوص معانا بتاع الساندوتش بتاعنا. هجيب طبق وهنزل معانا فيه بمعلقه اهي من المايونيز، وهنزل كمان معايا بمعلقه من الكاتشب اهو. نحط كمان معانا معلقه من الكاتشب. الصوص ده حلو قوي، الناس اللي بتحب الشطه ممكن تضيف مع الصوص معانا شطه. وهنقلبه كده مع بعضه. الصوص معانا اهو هيبقى شكله بالمنظر ده كده اهو. دي بقى ان احنا نرص الساندوتش معانا. انا جبت كايزر اهو، كايزر بالسمسم اهو وفتحته. هبتدي بقى ان انا احط في كل ناحيه منهم الصوص بتاعي اهو بالشكل ده كده. بيبقى الصوص ده حلو قوي مع الساندوتش بتاعنا. الساندوتش تحفه، جديد طعمه لذيذ. الناحيه التانية كمان هنحط الصوص بتاعنا. هنزل بقى معايا خليط البيض اللي احنا عملناه اهو المنظر ده كده. بعد كده انزل معايا بقى بشريحه من التشيدر وانزلها كده فوقيها، وانزل بقى شويه من البصل المكرمل اللي احنا عملناه هنحطه كده فوق الساندوتش بتاعنا كده. بقى الساندوتش بتاعنا بقى جاهز اهو. ممكن ناخده على التوستر او على الجريل، بس نسيح التشيز التشيدر او نحمصه، بس نحمص العيش ويبقى طعمه تحفه. ده كده يكون الشكل النهائي اهو للساندوتش بتاعنا. يتعمل في الصبح على الفطار، حاجه كده لذيذه مغذيه جدا. كل المكونات اللي فيه حاجات مغذيه قوي. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.